جاء رجل إلى النبي سليمان عليه السلام، طلب منه أنه يعلمه إحدى لغات الحيوانات. فقال له النبي: مش هتقدر تتحمل. ولكن الرجل توسل بنبي الله وأصر إصرارا شديدا. فقال النبي سليمان عليه السلام: وأي لغة تريد أن تتعلمها؟ فقال الرجل: لغة القطط، فإنها تكثر في قريتي ومنزلي. فنفخ النبي في أذنه، وفعلا تعلم الرجل لغة القطط. وفي ذات يوم سمع قطتان تتحدثان، فقالت إحداهما للأخرى: هل عندك طعام؟ فإنني سأموت جوعا. فأجابتها الثانية: كلا، ولكن في هذا البيت ديك، وسمعناه يقول أنه مريض وسيموت ونأكله، فاصبري قليلا. فقال الرجل: لا والله لن تأكلن ديكي. وفي الصباح أخذ الديك إلى السوق وباعه. وجاءت القطة وسألت: هل مات الديك؟ فقالت لها: كلا، لقد باعه صاحب الدار، ولكني سمعت الخروف يتمتم ويقول: إني متخم وسأموت، انقذوني. فاصبري، سيموت ونأكل من لحمه. فقال الرجل: لن تأكلن من لحم خروفي. وفي الصباح أخذ الخروف وباعه في السوق. فجاءت القطة وسألت: هل مات الخروف؟ فأجابتها: كلا، لقد باعه صاحب الدار. ولكن علمت من نبي الله سليمان عليه السلام أن الرجل صاحب الدار سيموت، وسيضعون الطعام في مأتمه ونأكل، فاصبري قليلا. فصعق الرجل وذهب مسرعا للنبي وهو يصرخ ويبكي ويتوسل، وأخبره بالقصة وأنه سمع الهرة تقول أنه سيموت، فما العمل؟ فقال نبي الله سليمان عليه السلام: إن الله قد فداك بالديك ولكنك بعته، وفداك بالشاه ولكنك بعته أيضا، فأما اليوم فأكتب وصيتك، فالأمر واقع لا محالة. بنتعلم من القصة دي إن ربنا يدفع عنا الكثير من الأهوال والمصائب، لكننا ما بندركش الحقيقة إلا بعد زوالها.